بيبدأ الفيلم براجل فرحان وبيغني علشان عيد الميلاد، وبعدها بيجي راجل تاني وبيخبط الأولاد اللي بيكونوا بيغنوا في الشارع، ولما بيشوفوه بيخافوا جدا منه وبيتأسفوا له. بعدها بيروح للراجل اللي كان بيغني واللي اسمه هاري وبيقول له كل سنة وانت طيب وميري كريسماس، لكنه بيحاول يتهرب منه. ولما بيلاقيه بيلاعب الكلبة اللي شريكه مات وسابها له، يروح محل تاني لراجل كان عليه فلوس ليه وبيقول له ان الوقت انتهى وانه عايز ال25 جنيه اللي عليه. الراجل بيقول له انه اسف جدا، لكن مامته كانت تعبانه وهو كان مضطر يصرفهم، ويطلب منه يديله فرصه اسبوع كمان لان النهارده الكريسماس. بيقول له سكروج انه علشان النهارده الكريسماس هيديله فرصه يومين، لكن الفلوس هتكون 50 بدل 25. بيسيبه وبيمشي، وبيفضل هاري وراه علشان يعزمه على عشاء الكريسماس، ويقول له ان مراته نفسها جدا تشوفه، لكن هو بيقول له ان هو رافض زي كل سنه، وان هو ما بيحبش يحتفل بالكريسماس معاه لان اخته ماتت فيه لما هو اتولد. وبيقول له هاري انه لو غير رايه في اي وقت وراح له هيكون مبسوط جدا. بعدها بيستأذنوا كراتشت اللي شغال عنده علشان ياخد مرتبه ويروح، لكن سكروج بيخصم منه كتير علشان الحبر وقع وعلشان عايز ياخد الكريسماس اجازه. وبيقول له كراتشت ان ده مش كفايه وانه محتاج فلوس علشان ابنه محتاج دواء وعلشان يجيب اكل لاولاده، لكن طبعا سكروج مش بيتاثر وبيقول له مع السلامه وبيخليه يمشي. وبيظهر نور ازرق غريب على الصوره اللي موجوده على الحيطه. لما بيطلع كراتشت بره بيشوف اولاده وابنه اللي بيكون تعبان جدا. بيظهر النور الازرق الغريب تاني عند الشباك. بعدها بيروح سكروج البيت، لكن فجاه بتظهر له روح جاكوب مارلي شريكه القديم. بيقول له انه مربوط بالحديد دايما وبيتعذب بسبب طمعه وانانيته، وان هو كمان هيكون كده لو ما غيرش نفسه، وان هيجيله 3 ارواح النهارده تحاول تساعده علشان يهرب من مصيرهم ده، فلازم يسمعهم كويس ويتعلم منهم قبل ما الوقت يفوت. وبيسيبه ويمشي. طبعا سكروج بيتخض جدا وبيكون فاكر نفسه بيحلم، لكن فجأة بتظهر له الروح الأولى وهي شبح الماضي اللي المفروض تاخده توريله الحاجات اللي حصلت زمان. بيظهر بنت على شكل شمعة وبتاخده وبترجعه لزمان لما كان سكروج لسه ولد صغير، وكان شغال في مكان وكان برضه يوم الكريسماس، وكان بيشتغل علشان يصرف على مامته وعلى أخته علشان باباه صرف كل فلوسهم وراح السجن. بتظهر أخته اللي بتكون بتغني للكريسماس وهو بينزل لها وبيكونوا مبسوطين جدا مع بعض، لكنها بتكون تعبانة وبتجيله مخصوص علشان تديله هدية الكريسماس، وبتكون عاملاله سانتا كلوز صغير. وبتقوله الروح هي ايه اللي حصل لها وهي بقت كويسة، وهو بيقول لها ان باباه اخيرا طلع من السجن ودفع ديونه وعالجها، لكنها ماتت وابنها هاري بيتولد يوم الكريسماس برضه، وانه علشان كده ما بيحبش هاري ولا الكريسماس. وبتوديه الروح بعدها لما كان سكروج اكبر شوية، وبيشوف الراجل اللي كان شغال عنده قبل ما يشتغل مع مارلي وبنته اللي كان المفروض سكروج خطيبها وهيتجوزها، وبيعزموه على سهرة الكريسماس معاهم. وبتوريله كمان احتفال الكريسماس اللي حضروا معاهم وقد ايه كان مبسوط جدا. وبيظهر كمان ان هي ادت له الساعة اللي دايما بيمسكها ومكتوب عليها to our happiness لسعادتنا. وبتسأله الروح هو ليه ما اتجوزهاش، وبتاخده وبترجع بالزمن علشان تشوف ايه اللي حصل وهم ليه ما اتجوزوش. وبتشوفها لما بتروح له وبتقوله ان هي ما عادتش بتشوفه كتير، وبتفضل تخبط على الباب لكن محدش بيرد عليها. فبتروح له في مكان تاني وبتشوف سكروج ومعاه مارلي، وهما بياخدوا محل راجل تاني وبيرموه هو واولاده في الشارع. وبيكتشف سكروج ان ابن الراجل ده هو كراتشت اللي شغال معاه دلوقتي، وبيعرف انها شافت كل اللي حصل. وبتروح له المكتب بعدها وبتقوله ان هي عايزه تتكلم معاه، لكن هو بيقول لها ان هو مشغول، وهي بتقوله ان كل مره بيقول لها ان هو مشغول وانه زمان كان بيحبها هي، لكن دلوقتي مش فارق معاه حاجه غير الفلوس. بتديله خاتم الخطوبه وتسيبه وبتمشي. بيزعل سكروج جدا لما بيشوف كل اللي حصل تاني في الماضي، بيحاول يمنعه لكن طبعا مش بيعرف. بعدها بتوريله الروح ان اليزابيث دي اتجوزت خلاص واحد تاني وبقت مبسوطة معاه في المستقبل، وكمان عندهم اولاد. وبتقوله الروح او شبح الماضي انه ما يقدرش يغير الماضي، لكن دايما يقدر يتعلم منه، وانه وقتها خلاص خلص معاه، هيجيله شبح تاني عشان يقوله انه يتعلم من اللي حصل ويحاول يغيره. فعلا بتروح له الروح التانية، بيكون راجل بيضحك ومعاه مخلوقات صغيرة شكلها جميل، يقوله ان هو شبح الحاضر والحاجات اللي موجودة دلوقتي،
وديه لحفلة العشاء اللي عاملها ابن اخته، وانه بيحيي سكروج في الحفلة وبيقول لهم انه فعلا بيحبه لان مامته كانت بتحبه، مع انه عمره ما شاف مامته لكن هو بيحبها جدا وعارف ان هي كانت حد كويس وطيب جدا، انها كانت بتحب سكروج اخوها وكانت قريبة منه جدا علشان كده هو بيحبه. بعدها بيوديه بيت كراتشت اللي بيشتغل عنده، وشايف عنده اولاد كتير وهم بيساعدوا بعض في تحضير الاكل، وبيقول لمراته زعلش علشان ما عندهمش حاجات كتير للكريسماس لكنهم هيتبسطوا جدا مع اولادهم، وانه عايز يحيي سكروج. لكن مراته ما بتوافقش خالص وبتقوله ان هو لازم يحيي نفسه لان هو اللي بيتعب وبيجيب لهم الاكل وكل احتياجاتهم مش سكروج، وان سكروج بيديله فلوس مقابل شغله، انه بخيل جدا واناني. وبيقول كراتشت لابنه ان هو لازم يغنوا علشان يحتفلوا بالكريسماس مع بعض، وبيغني هو واخته نفس الاغنيه اللي كانت اخت سكروج بتغنيها وهي صغيره، فبيفتكرها سكروج علشان كمان تيمي كان تعبان زي اخته وهي صغيره. وبيسال سكروج الروح ايه اللي هيحصل لتيم الصغير، فقال له انه ما يعرفش حاجه لسه عن اللي هتحصل، وان هتجيله روح تانية تقول له ايه اللي هيحصل في المستقبل لو فضل زي ما هو وما اتغيرش. فعلا بيجيله روح الثالثه والاخيره، لكن بتتحول الكائنات الصغيره لكائنات شكلها شرير جدا زي شكل الشبح الاخير بالظبط. بياخدوا شبح المستقبل وبيشوف ناس كتير يوم الكريسماس وهما بيغنوا وبيحتفلوا وبيرقصوا كمان وقاعدين بيحيوا سكروج، وانه عمل لهم حاجه كويسه جدا خلتهم كلهم مبسوطين. يكون نفسه الراجل اللي كان عليه 25 جنيه لسكروج لكن هو قاله ان هو هياخدهم 50. لكن الكلبة وقتها بتشوف التابوت وبتلاقي عليه اسم سكروج وبتعرف انه كده هيكون مات، وان الناس كلها هتكون مبسوطة وبتحتفل لما سكروج يموت. لكن سكروج ما بيكونش فاهم لسه فيه ايه، بيكون مبسوط ان هما بيشكروه وخلاص. تاخده بعدها نروح المقابر، هناك بيشوف كراتشت وهو بيودع تيم ابنه الصغير بعد ما مات، اللي طبعا بيكون زعلان جدا وبيقوله انه هيجيله تاني بكرة وبيفضل يعيط. بيزعل سكروج جدا وبيقوله انه كان يقدر يساعد تيم الصغير، وبيلاقي نفس الراجل وهو مبسوط وبيقول ان مفيش اي حد زعل عليه غير الكلبة بتاعته. ولما سكروج بيشوف كده بيطلب من الروح ان هي ترحمه وان هي ترجعه تاني، وانه اكيد هيتغير وهيتعلم من الماضي. بيقوله ان هو بس يرجعه علشان يقدر يساعد تيم الصغير وما يخليهوش يموت. لكن سكروج بيقع في القبر، بتحاول الكلبة تنقذه لكن بيشوف كل غلطاته وهو بيقع لحد ما بيوصل للأرض. ولما بيوصل بيلاقي نفسه لسه ما ماتش وانه لسه في اوضته، وبيفرح جدا انه اخد فرصة تانية. وبيطلع من الشباك يسأل راجل في الشارع النهاردة ايه، بيعرف ان النهاردة لسه كريسماس، فبياخد فلوس كتير معاه وكمان بيكتب جوابات. وبينزل الأطفال في الشارع يطلب منهم ان هم يوصلوا الجوابات دي وهيديلهم فلوس علشان شغلهم. كمان بيعزمهم على العشاء وبيديلهم هدايا، وبيكون عزم ناس كتير تانية على العشاء عشان الكريسماس، وفعلا كلهم بيروحوا له. وكمان هاري ابن اخته بيلغي الفلوس اللي كانت على توم وبيتبرع بفلوس للجمعية اللي بتساعد الأطفال، وبيدي هاري ابن أخته الهدية اللي كانت أخته عملتها له وهو صغير، وبيخلي كراتشت شريك معاه في المحل، وبيشوف مستقبل كل واحد فيهم وهو بيتغير. هاري وهو بيحتفل معاه بابنه وهما مبسوطين. توم اللي محله ما فلسش بسبب الدين اللي عليه لسكروج وفضل شغال وبينجح كمان. كراتشت وتيم ابنه اللي اتعالج وما ماتش ودايما بيحتفلوا مع بعض بالعيد وهما مبسوطين. لو عجبكم الفيلم ياريت ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو، واستنونا في فيلم جديد.